تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم الاثنين من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 45 سنة من ذوي سوابق قضائية عديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متطورة في سرقة المساعدات العينية التضامنية الموجهة لضحايا زلزال الحوز. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد فتحت يوم الجمعة المنصرم بحثا قضائيا على الخلفية تسجيل سرقة استهدفت مجموعة من تبرعات العينية الموجهة لضحايا زلزال الحوز من داخل شاحنة خاصة، بعدما أقدم المشتبه فيهم على السطو على عدد من الأغطية والملابس الموجهة للضحايا. وأضاف أن